يا مساء الخير عليكم، مرحب بكم في قناتي قناة المخرج البير أنطون. طبعا خلاص امتحانات الثانوية عامة خلصت والنتيجة ظهرت، وحابب أقول ألف مبروك لكل الناس اللي نجحوا، والناس اللي راح تقدم بقى دلوقتي خلاص احنا على الأبواب. أكاديمية الفنون المفروض خلال الأسبوع اللي جاي ده هتبتدي تفتح أبوابها إن احنا نبتدي نقدم. هنتكلم النهاردة على أحد المعاهد الموجودة في أكاديمية الفنون، وهو معهد سينما. معهد السينما هو فيه 8 أقسام. عندنا قسم إخراج، عندنا قسم تصوير، سيناريو، رسوم متحركة، هندسة صوت، مونتاج وإنتاج. تمام. حاجة مهمة أوي خلي بالنا منها عشان بنتسأل فيها، معهد السينما ما فيهوش تمثيل. معهد السينما ما فيهوش قسم تمثيل. اللي فيه قسم تمثيل هو المعهد العالي للفنون المسرحية، ودي هعمل لها حلقة تاني. تمام. يبقى احنا عرفنا ان المعهد 8 أقسام. المعهد فيه نظامين، نظام اللي هو العادي والنظام اللي هو الموازي. حاجة مهمة برضو تخلوا بالكم منها، الاتنين أنظمة صباحية، والاتنين محتاجين ان انت تلتزم فيهم في ال4 سنين. يعني لان كان في زمان نظام اسمه نظام حر او مسائي كان بيدي كورسات، بس ده حاليا مش موجود. فالنظامين، الفرق بين النظام العادي والنظام اللي هو الموازي ان النظام العادي ده مصاريفه في الغالب 1200 جنيه في السنه، غير الاستماره اللي بتسحبها اعتقد ب 750 جنيه. النظام الموازي ده بمصاريف، ده كان اخر حاجه كان في رينج 29 الف جنيه. ده اللي هو النظام الموازي. بس هما الاثنين بيشتركوا ان انت تاخد شهاده وكل حاجه، بس الفكره ان الاولاني بيعتمد على المجموع وسنه التخرج والسن. الموازي نفس كل حاجه زي النظام العادي، بس الفرق بينه وبين ده ان هو مصاريف اول حاجه، ثانيا هو مش بيعتمد على السن او سنه التخرج او اي حاجه. لما بتخلص المعهد بتحصل على شهاده بكالوريوس في فنون السينما. وطبعا من المميزات ان انت هتاخد عضويه نقابه المهن السينمائيه. معهد السينما في حاجه مختلفه عن المعهد العالي للفنون المسرحيه، انه مش بيقبل دبلومات. هو بيقبل الثانويه عامه او ما يعادلها من الشهادات الاجنبيه، او لو انت هتخش من كليه. معهد فنون مسرحيه ممكن يقبل من دبلومات، فلو انت معاك دبلوم ايا كان مش هتتقبل في معهد سينما. المفروض على الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبتدي فتح باب القبول. لو انت مخلص ثانويه عامه، المفروض في اكتوبر اللي هو شهر 10 اللي جاي سنك ما يزيدش عن 22 سنه، وتكون سنه التخرج سواء السنه دي اللي هي 2023 او 2022 او 2021. يبقى انت السنين اللي هم سنتين سبقوا السنه دي 23 او 22 او 21، وسنك ما يزيدش في اكتوبر اللي جاي عن 22 سنه. ده لو انت خريج ثانويه عامه. لو خريج كليه تجاره مثلا او حقوق او حاجه زي كده، يبقى سنك في اكتوبر اللي جاي ما يزيدش عن 26 سنه. لو انت من الكليات العمليه زي كليه هندسه او كليه طب، سنك ما يزيدش في اكتوبر اللي جاي عن 28 سنه. اساسيه. ارجع واقول خلوا بالكم يا جماعه، اللي رايح يختبر في المعهد العالي للسينما او معهد العالي للفنون المسرحيه لازم تكون انت مؤهل انك تخش، عشان مش ما تروحش وبرضه هتدفع استماره. ثمن الاستماره لا يرد، سواء انت ده في معهد سينما او اي معهد من المعاهد الاستماره ثمنها لا يرد. فانت لازم تكون مجهز نفسك. عايز تخلص كليتك وبعد كده تقدم مفيش مشكله، بس لو انت مش مستعد او انت ما عندكش الثقافه السينمائيه الكافيه او الثقافه العامه، عشان ما تحبطش يعني. فنخلي بالنا، نحاول نتفرج على افلام كتير، نحاول نثقف نفسنا بصريا، نقرا كتب كتير في مجالات مختلفه، عشان خاطر يعني لما نتسأل نعرف نرد. وايا كان المعهد اللي انت هتخش فيه، زي ما قلت ان في معاهد كتير في اكاديميه الفنون، لازم تكون ملم ثقافيا بالحاجه اللي انت هتقدمها. يعني انت داخل مثلا الكونسير، فانت اكيد هتتسأل في معلومات موسيقيه، طبعا مش معلومات يعني هم عارفين ان انت لسه هتدرس. بس لما مثلا يجي يقول لك عمر خيرت، يقول لك موتسارت، يجيب لك عمل كام سيمفونيه، مش عارف ايه الحاجات، المعلومات البسيطه دي انت المفروض كراجل رايح تدرس موسيقى تبقى عارفها. ورجعت لكم تاني ومع الاختبارات بتاعه المعهد العالي للسينما. المفروض المتقدم هيمر ب3 اختبارات. اول اختبار هو اختبار ابداعي، بيختبر ابداع الطالب ومدى ثقافته السينمائيه. فانت مثلا لو داخل قسم ديكور مثلا، فانت يعني ابسط حاجه تكون بتعرف ترسم. طبعا الحاجات دي لازم تكون ملم بيها لو انت ناوي تقدم في قسم ديكور او قسم رسوم متحركه، لان القسمين دول محتاجين ان حد طبعا يكون عنده خلفيه، مش الخلفيه الكبيره قوي، بس عنده التالنت او الموهبه ان هو يبتدي يرسم ويتخيل. فتخلوا بالكم من النقطه دي. لو انت ما عندكش الموهبه او انت مش شاطر في الرسم،
مش هيبقى صعب ان انت تقدم في القسمين دول بالذات، سواء قسم رسوم متحركه او قسم ديكور. اما لو هتقدم في قسم سيناريو او اخراج، فالاختبار الابداعي ده بيخليك تكتب حاجه يشوف مدى تخيلك واسلوبك في الكتابه، لان طبعا السيناريست او المخرج هم الاثنين دول بيبقوا معتمدين اكتر مش على الرسوم زي ما احنا قلنا في القسمين اللي فاتوا، سواء الديكور او الرسوم المتحركه، لا بيعتمد على الناحيه الابداعيه في الكتابه. فهو هيديك مشهد مثلا او يديك فكره ويقول لك ابتدي اكتب عن او تخيل قصه معينه، يبتدي يشوف بقى ابداعاتك بقى ازاي هتبتدي تكتب، ازاي هتحلل الموقف وهكذا، سواء انت مخرج او هتبقى سيناريست. دي الاختبار الاولاني اللي انت هتعدي بيه. بعد ما الطلبه بيعدوا بالاختبار الاولاني بيخشوا للمرحله الثانيه او الاختبار الثاني. اما بقى الاختبار الثاني فهو اختبار تذوق سينمائي. ايه بقى التذوق السينمائي ده؟ هو بيبتدي يعرض لك فيلم في طبعا قاعه في المعهد، بيبتدي يعرض لك فيلم سينمائي او فيلم كرتون لو انت هتخش رسوم متحركه. الفيلم ده بعد ما هتتفرج عليه مره واحده هيبتدي يقول لك حلل الفيلم ده من وجهه نظرك. شوف انت الفيلم ده ايه اللي مثلا اللي عاجبك فيه، ايه اللي مش عاجبك. طبعا زي ما احنا قلنا على حسب القسم اللي انت بتتخصص فيه، هو بيبتدي يسألك الأسئلة اللي تتعلق بالمجال الإبداعي بتاعك. وبيبقى معاه برضو امتحان لغة أجنبية، امتحان طبعا بسيط، لأن طبعا في مراجع وفي كتب كتير. طبعا انت كخريج معهد سينما المفروض تبقى ملم باللغة الإنجليزية يعني طبعا، فعشان كده بيبقى في اختبار مش اختبار مش جامد، بس يبتدي يتاكد ان انت تقدر لو جالك مراجع او ابتديت تقرا حاجه او كده، لان للاسف ان في مراجع كتير مش مترجمه باللغه العربيه، فانت لازم يكون عندك مينيمم يعني في القرايه او انك تطلع على كتب ومراجع باللغه الانجليزيه. ده بالنسبه للمرحله الثانيه من الاختبار. المرحله الثالثه والاخيره من الاختبارات هي زي الورشه الابداعيه، بتبقى بتستمر 10 ايام، بتتقابل فيها مع الدكاتره او الاساتذه اللي في المعهد، بتبتدي يشوف ثقافتك السينمائيه واسئله عامه وثقافه عامه. طبعا دي مهمه جدا برضو، ان احنا زي ما بيقولوا حتى في الامثال يقول لك من فتى دي متاه. بالنسبه للمجال الفني لو هنلاحظ ان احنا سواء في اي حاجه هندرسها، لو دخلت اكاديميه الفنون سواء بقى تخش ايا من المعاهد العريقه اللي موجوده في الأكاديمية، دخلت معهد باليه، دخلت فنون مسرحية، سينما، فنون شعبية، وات ايفر انت هتخش ايه، لازم تكون عندك ثقافة. والثقافة دي او الكتب اللي هتقراها هتلاقي كل الكتب اللي انت هتقراها بتتكلم على نشأة الفن اللي انت بتدرسه من زمان. فانت دلوقتي لو انت بتدرس سينما فانت لازم تكون اتفرجت على افلام ابيض واسود، فلازم انت كواحد داخل معهد سينما او اي معهد زي ما احنا قلنا وات ايفر انت هتتخصص ايه، تبقى انت عارف الكلام ده، عشان ما تروحش هناك وبعد ما تقدم الاختبار تطلع زعلان. لي ناس كتير كانوا بتكلمني السنه اللي فاتت تقول لي لا هو المعهد كده بيدخلوا بقى محسوبيات ومش عارف ايه والكلام ده. انا ما اقدرش اقول محسوبيات ولا مش محسوبيات، بس لو دخلوا واحد مثلا ابن دكتور ولا اخو دكتور انا ما عنديش مشكله، بس انت في كل قسم فيه 8، ما تقنعنيش ان ال8 دول هيكونوا جايين كده، قول واحد نقول 2 يتبقى 6، ال6 دول اكيد هيختاروهم على حسب الكفاءه. طبعا العدد القليل ده زي ما هو عيب، لان في ناس كتير هتتقدم للمعاهد ان هو 8 في كل قسم، بس في نفس الوقت دي ميزه ان ال8 دول هياخدوا جرعه مكثفه من الماده الفنيه، فدي حاجه كويسه جدا. في نفس الوقت حاجه عيب لان هو مش هيختار اي حد. وبكده حلقتنا تكون خلصت. لو كنت افدتك بمعلومه ما تبخلش ان انت تعمل لايك وشير، وبالتوفيق للجميع. شكرا، سلام.